مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عاملين حلقه صغيره كده مع بعض، هنتكلم فيها عن ازاي نهتم بضوافرنا وازاي يكون شكلها حلو وبامكانيات بسيطه وسهله ومتاحه ومتوفره لكل حاجه، وناخد بالنا من ايه ونبعد عن ايه. اولا اهم حاجه بالنسبه لضوافرنا ان احنا يكون عندنا قصافه او مقص حاد، مش ضعيف وشخصي ما حدش يستخدمه تاني معانا. ده لقص ضوافر ونقصها بشكل كويس، وتكون استخدام شخصي ما حدش يستخدمها معانا تاني. تاني حاجة الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. نرطب ضوافرنا مع ايدينا بنفس المرطب اللي بنرطب بيه الايد، ونرطب حوالين الضافر. نستخدم نفس المرطب ونرطب الجلد حوالين الضفر بشكل كويس. دي أهم نقطة، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب 20 مرة نرطبه. وفي مرطبات دلوقتي مخصوصة للضوافر نستخدمها. ممكن ناخد مكملات غذائية. في بعض المكملات لو حد ضوافره بتتكسر أو بتتشقق، في المشاكل دي بتبقى موجودة عند بعض البنات، ممكن نستخدم مكمل. في بايوتين مشهور جدا للضوافر لتقويتها، وانا معايا لوشن بستخدمه للضوافر حلو جدا، هوريه لكم ان شاء الله قبل ما نقفل مع بعض. نشيل الزوايد الجلديه، ما نشيلهاش بشكل ان احنا نعور الايد او الكلام ده. يعني هيبقى في الزوايد الجلديه اللي بتطلع دي نحاول ان احنا ما نشيلهاش، نحاول نرطب. فبالتالي لما تيجي تشيلها مش هتشيلها وتعور ايدك او الضفر يتعور، لان دي بتعمل مشكله. اهم حاجه الترطيب، فالترطيب هيجنبنا المشكله دي. نتجنب ان احنا نروح الكوافير ونعمل ضوافرنا هناك، لان طبعا الحاجه اللي هتستخدمها لك بتستخدمها لغيرك واللي قبلك واللي بعدك. نفس الحاجه اللي انت هتستخدميها بتستخدمها لكل واحده، فده بيسبب مشاكل، وفي عدوى ممكن تتنقل. ومشاكل الضوافر للاسف علاجها بيبقى صعب وبيطول جدا. يعني فنتجنب صالون التجميل على قد ما نقدر، او نتجنبه نهائي. يعني اللي هتعمله لك هي ممكن انت تعمليه في البيت بابسط الامكانيات. نخف جدا 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 من استخدام المانيكير والاسيتون على قد ما نقدر. نبعد عن استخدام المانيكير على طول على ضوافرنا، وعن استخدام الاسيتون نحاول نقل من استخدامه بشكل على قد ما نقدر نقل استخدامه. ونهتم باي مكملات غذائيه ناخدها لو في حد ضوافره بتتكسر او بتتشقق. زي ممكن في حاجات ممكن نعملها برضو في البيت بتقوي الضوافر، زي مثلا احنا ندعك ضوافرنا بليمون. دي حاجة حلوة جدا بتقوي الضوافر. او قبل ما ننام ندعكها، وممكن نلبس جلافز ونشيله تاني يوم الصبح. او ممكن زيت الزيتون نرطبها ونحط عليها زيت زيتون قبل ما ننام ونلبس جلافز. وممكن كمان زيت جوز الهند برضو حلو جدا للضوافر بيعالجها برضو بنفس الطريقة. وممكن نعمل خلطة من زبدة الشيا وزيت الزيتون ونقطتين زيت ورد. دي حلوة برضو جدا للضوافر. هنعملها اي خلطة منهم هنعملها كل اسبوع مرة، ونلبس جلافز قبل ما ننام. وممكن نعملها على الايد كلها مش الضوافر بس، ونلبس جلافز ونعملها قبل النوم ونلبس جلافز وننام بيه ونشيله الصبح. دي بتقوي الضوافر جدا. والليمون ممكن كل يوم تدعكي ضوافرك بالليمون، دي حاجة حلوة خالص للضوافر. وانا كمان معايا لوشن كنت بستخدمه وجربته قبل كده للضوافر برضو، ده حلو جدا وهتلاقوه في الصيدليات كلها موجود. وكان ب35 جنيه بقى، معرفش دلوقتي بقى بكام يعني. وان شاء الله هنعمل حلقة تانية نتكلم فيها على الضوافر وموضوع الهارد جل والاكريليك والحاجات اللي بتركب دي. فهنعمل حلقة تانية نتكلم فيها على الموضوع ده باستفاضة. ولو عجبتكم الحلقة النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، لان القناة لسه جديدة وان شاء الله هتكبر بيكم ومعاكم. وشكرا خالص لكم.